السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. راح نشارك معكم اليوم مركز الليمون بكمية كبيرة بطريقة صحية سهلة وسريعة. تحضيرات رمضان، نواصلوا دائما في سلسلة تحضيرات رمضان إن شاء الله 2025. راح نديروا مركز الليمون، وفي نفس الوقت راح نديروا عصير الليمون ولا شربات الليمون بطريقة سهلة صحية بدون حوافظ بدون أي إضافات. تابعوا معايا لا فيديو للاخير، واللي دخلت معنا لاول مره القناه تقولك مرحبا بك حبيبتي. اشتركي ما تنساش وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كما تعرفوا راه موسم تاع الليمون وراه بسومه يعني منخفضه، راه يدير 10,000 قبل ما يطلع السعر تاعو مع قدوم الشهر المبارك ان شاء الله. استغلوا الفرصة واشروا كمية معتبرة. هنا عندي 3 كيلو تاع الليمون، نغسلو مليح ونشفو كما راكم تشوفوا بالمنشفة تاعي. انا راح ندير هاد الكمية وانتم تقدروا تضاعفوا، المهم تبعوا الكمية اللي راح يعني تحترموا المقادير. اول حاجة راح نديرها البنات، نجيب القارص تاعي ونجيب العراب ونبقى نبشر فيه بهذه الطريقه. ما لازمش توصلوا للقشره البيضاء. كاين بزاف اللي دير لك عصير الليمون ويخرج لها المر، هذا هو السبب. القشره البيضاء هي اللي تعطينا المروريه في العصير تاعنا. فوالا نحكم كاع الحبات نديرهم بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله البنات، يعني اي وحده تقدر تديرها. استغلوا الموسم تاع الحمضيات وحضروا عصير الليمون ولا مركز الليمون. كما تقدروا بنفس الطريقه تحضروا مركز البرتقال. راني درت معاكم المره الفايته اللي ما شافتش لا فيديو، راني حطيت مركز عصير البرتقال والجزر، يخرج تاني بزاف بنين ويحبوه الولاد الصغار. كما راكم تشوفوا معايا بعد ما قطعت كميه تاعي كامل نروح نعصرو سواء بهذه العصاره اليدويه واللي عندها الكتريك يعني العصاره الكهربائيه يكون افضل. هذه شويه تعب البنات، انا نعصر وميم طون راني كما راكم تشوفوا نعصر بيدي حتى نتحصل على كميه مليحه من العصير. ونصيحه اللي نقولها لكم، اشروا الليمون اللي ما تكونش القشره تاعو غليظه، لانه راح يكون فيه عصير بزاف. فوالا شوفوا ما شاء الله راه وقته وراه فيه بزاف العصير. ونعرفوا فوائد الحوامض غنيه بالفيتامين سي. هذا القشر يا البنات ما نرموش، نحتفظوا به، نديروا بهذا الشكل ونديروه في ساشي ونحطوه في المجمد. نحتاجوه في التنظيف، يعني تغسلوا به الاواني تنظفوا به. وهذه هي كمية الزيت اللي تحصلت عليها. ناخذ كاس ونعبر الجي تاعي، نشوف الكمية، الكاس الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. يعني لازم نعبروا العصير اللي خرج لنا 5 كيسان ونصف من عصير الليمون. راح نزيد نفس الكمية تاع السكر مع مبشور الليمون. انا هنا الغيسيبيون جاني صغير، رحت بدلت في غيسيبيون كبير. فوالا راح نعبر تاني 5 كيسان ونص تاع السكر، يعني ديروا نفس الكيل تاع العصير الليمون وهو كيل السكر. هذا المركز يحتاج يقعد شويه مده طويله، يعني حضروه في الليل وخلوه يبات في الثلاجه 12 ساعه. سينو الا درتوه الصباح تاني كيف ليسونسيال لازم تخلوه يريح في الثلاجه. نخلط هكا بهذا الشكل مليح ونغطيه، وساعه ساعه نروح نقلبه هكا باش يذوب لي السكر تاعي. فوالا ندير فيلم اليمونتير، نغطي الاناء تاعي وساعه ساعه نحركه، يعني طريقه سهله. فوالا البنات، وكاين بزاف اللي يروحوا بعد ما يتحصلوا على هذا العصير واش يروح يديروا، يروحوا يميكسوا لو زيت هذا ويقول لك العصير جامر. هذا اكبر خطا ممكن ديروه. جامي تميكسوا لو زيت مع الجو هذا تاع الليم. هنايا بعد ما فاتت 12 ساعه تحصلت على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه واللون الذهبي تاع العصير الليمون ما شاء الله. واش ندير البنات، نجيب صفايه ونصفي الخليط تاعي. فوالا جامي تميكسي قشور الليمون لانه راح تعطيك مراره. نجيب كيما هكا صفايه ونبقى نحرك فيه.
انا نظن توجدي هاد الكميه الان قبل ما يجي شهر رمضان المبارك، يجي فريمون منعش بارد، والبنات صحي احسن من الشربات تاع برا، راهي تجي غير ملونات وتجي حوافظ، يعني ماهيش صحيه، فيها لاسيد سيتريك، فيها ماهيش صحيه. بصح هذا راه غني بالفيتامين سي. نعصر مليح هذا الخليط، نتحصل على زاس دو سيترون اللي راح نخبيه في المجمد، لانه راح نحتاجه للحلويات، الكيك، الكعك، الطورنو، راه جاي العيد. ديروه في علبه كيما راه غادي نوري لكم، واحتفظوا به في المجمد، تقلعوا مغرف صغيره فقط وتستعملوها. فوالا الخليط تحصلنا عليه، يكون ثقيل شويه نوعا ما. فوالا البنات، هذا لوزاس نستعملوه في بزاف وصفات، قلت لكم طورنو، الكعك، يعني لي بسكوي نحتفظ به في المجمد. وهنا نكون وجدت البنات الكيسان هادو. هنا عندكم لو شوا، يعني نتوما واش عندكم، تقدروا ما ديروا في لي مول تاع السيليكون. انا هادو الكيسان يجوني بخاتيك، ندير فيهم، ونقدروا تغطوهم بالسيلوفان وتحطوهم في المجمد. يعني وفي رمضان يكون عندنا تعب بزاف، الكوزينه واقفه بزاف، تكوني موجده غير يلحق العشيه وقت ديك الساعه قبل المغرب، تروحي تجبدي كاس ولا زوج على حساب عدد الافراد تاع العائله تاعك، وتزيدي لهم كميه تاع الماء، وانت تحصلتي على جو دو سيترون بطريقه سهله. فوالا البنات، انا راح نحطو هنايا في هاد السله باش في كونجيلاتور حتى يجمد، وعاود نقلعو منها، ولا تقدروا تخلوه كيما هكذا. المهم تاني باش تحضري شربات الليمون لازم تحترمي المقادير، يعني لازم ديري كيله ب3 كيلات تاع الماء. فوالا نجيب هنايا اي حاجه نخلط فيها. انا درت كيله هذه تاع مركز الليمون، راح نزيد لها 3 كيسان تاع الماء، وراح يكون الذوق سوا. نتوما اللي تتحكموا في الذوق، كان يبغي حامض، كان يبغي شويه حلو، مي هكا راح يجيكم يعني الذوق تاعو نيشان. وراح نزيد لهم ملعقه صغيره تاع لافاني اللي راح يعطيني الذوق ولا اروع. وانتي عاش ما نحكي لكمش. وراح ندير واحد الاضافات تقدروا تستغناو عليها، هذا مركز الليمون يعطيني لون وذوق. ليكستري تاع الليم كيما تقدروا ديروا اللي يخدموا به الشربات برا، مستحلب الليمون. راه يتباع عند اللي يبيع حوايج الكاطو، قول له اعطيني مستحلب الليمون. البنات تقدروا كيما قلت لكم تستغنوا عليه، وتجي الشربات تاعكم بنينه ويجي ذوقها مميز ومنعشه فريمون، تجي بزاف بارده وشابه. فوالا هكا نكون تحصلت على كميه مليحه ما شاء الله من عصير الليمون. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم البنات. الا وصلتي لهذه اللحظه ما نقولكش ما نقول لك ما تنسايش تشتركي في القناه، تفعلي الجرس، اكيد بارطاجي لا فيديو من باب الدعم والفائده للجميع. وقرعوني في فيديوهات اخرى اللي مازال ما شافتش تحضيرات رمضان، راني درت شحال من فيديو، درت مشترياتي لشهر رمضان المبارك. ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. نقول لكم سلام في امان الله.